كثير منكم لا يعرف الدكتور محمد طاهر. كمية الفخر والرفعة والنشر بالوطن العربي لا توصف بحق هذا الشاب الدكتور الموسوي النجفي. السيد الدكتور محمد طاهر، السيد كامل أبو رغيف الموسوي، من أهالي النجف الأشرف، من أب وأم نجفيين، مقيم في لندن، وقد تطوع للذهاب إلى غاء منذ سنة تقريبا، وأجرى أكثر من 290 عملية فوق الكبرى وغيرها الكثير من العمليات الصغرى طول فترة تواجده هناك. أشتهر الدكتور محمد طاهر من خلال لقاء على الجزيرة، وأثناء عمله جاءوا إليه بالطفلة الصغيرة مريم، وكانت قد بترت يدها، وحينما سأل والدها والمرافقين عن يدها وأين هي، تفاجأ بسؤاله، وقد طلب منهم أن يأتوا بيدها أن استطاعوا، وفعلا ذهبوا وبحثوا وجاءوا بيدها من تحت الإنقاض، وقد قام بزراعة يد مريم من جديد بنجاح تام، وانتشرت بوسائل الإعلام بكل الوطن العربي. الآن جميع القنوات الإعلامية لم تذكر الاسم الكامل للسيد أو نسبه أو مدينته التي ينتمي لها. السيد الدكتور محمد طاهر الموسوي حمل على صدره علم العراق طول فترة تواجده هناك، ولم يخلع علم بلده من صدره. ويوم أمس مع اللحظات الأولى من القرار الذي صدر بوقف إطلاق نار، قام الغزيون بحمل السيد الدكتور الشاب على أكتافهم بالفرح، فخر العراق والعراقيين، ومدينة أبا الحسن علي عليه السلام.